لأنك لو ما قدرتش تفرق بينهم هتتعب كتير قوي وتضيع مجهود ووقت من عمرك على الفاضي. في حاجات بتبقى محتاج إن ربنا يرزقك فيها الحكمة والقوة علشان تقدر تغيرها، لأنها فعلا ينفع تتغير بس محتاجة شوية مجهود منك. وفي حاجات محتاج ربنا يرزقك فيها السكينة والرضا، لأنك فعلا مش هتعرف تغيرها، وده واقع لازم تقبله من غير معافرة كتير، لأنك لو ما قدرتش تفرق بينهم هتتعب كتير قوي وتضيع مجهود ووقت من عمرك على الفاضي. علشان كده لازم تقول الدعاء ده: اللهم ارزقني القدرة لأغير الأشياء التي أستطيع أن أغيرها، وامنحني السكينة لأتقبل الأشياء التي لا أستطيع أن أغيرها، وارزقني الحكمة للتفريق بينهم. قولوا آمين.